مساء الخير اخوتي، اهلا وسهلا فيكم، مشتاقينكم. يا رب تكونوا كلكم بألف خير وتكون صحتكم منيحة انتم وكل احبابكم. اليوم بدي اقول لكم كمان بشكل مسبق ان شاء الله يا رب تكون بربارة شفيعتنا تساعدنا بقوتها وبجرأتها وبإيمانها حتى نزيل الأقنعة يلي نحن عم نحطها. مش نحط أقنعة ولكن نزيل أقنعة يلي حاطينها لحتى نقدر أكثر وأكثر نقرب من ربنا. مثل ما هي قدرت تتحد فيه نحن كمان نقدر نتحد فيه بذات الطريقة. اليوم لقائنا مع شخص رافقنا بخطوات عديدة بهيدي المسيرة يلي عم نعملها من سنتين لهلأ، أو بالأحرى هو كان أول شخص، أو بالأحرى ثاني شخص نحن استضفناه وكان له تأثير كتير كبير على مسيرتنا باللقاءات أونلاين. أبونا زكي صادر. أبونا زكي كان بالنسبة لنا هو مثل الشرارة هيك يلي عطت وهج كتير كبير للرسالة وساعدتنا وعطتنا دفع كتير كتير كبير لقدام. ليش عم أقول هيك؟ لحتى أقول أنه اليوم رح نحكي مع أبونا زكي عن سر بالكنيسة هو من أهم الأسرار بالكنيسة، أو بالأحرى أنا بعتبره السر الأهم بالكنيسة. ليش؟ لأنه هيدا السر اللي بحافظ لي على علاقتي عن جد مع ربنا يلي هو سر الاعتراف. هيدا السر هو أكثر سر نحن بحاجة له، وأكثر سر نحن بنهمله، أكثر سر بساعدني أقرب لعند ربنا، وهو أكثر سر نحن ما بنتحضر له مثل ما لازم. هو أجمل سر بخليني اتمتع بمحبة الله بشكل كتير كبير، وبالوقت ذاته هو أكثر سر بخاف منه لأنه بخاف اتعرى واكشف حقيقتي قدام ربنا. ما في خطية بلا مغفرة إلا اللي بلا توبة. ما في. مرة حدا من الشبيبة الأسبوع الماضي عم بحكي أنا وياه، قال لي مستر في شي خطية ما بيغفرها الله؟ قلت له لا. قال لي لو شو ما كانت؟ قلت له لو شو ما كانت ما في ولا خطية إلا ما في إلها غفران، بس شرط أساسي هو أن نحن نتوب. لما كنت صغيرة بالتعليم المسيحي في حدا قال لي شغلة علقت براسي، بعدين اكتشفت أنه قايلها يوحنا الذهبي الفم. هذه الشغلة بتقول أنه لما نحن بدنا نيجي وبدنا نخطئ الشيطان بيعمل هيك، بيقرب وبياخد منا الخجل، بيسحب منا الخجل، فنحن بنخطي بوقاحة، ما بننتبه على حالنا أنه نحن عم نخطي بوقاحة. أما لما نرجع نحن بدنا نتوب شو بيعمل؟ بيجي وبيرجع برد لنا الخجل يلي سحبه منا لحتى ما نقدر نتوب توبة قوية ونصوحة مثل ما بقول الكتاب. لكن أوقات كثير بيعمل فينا هيك، ايه الشيطان بيعمل فينا هيك. كيف انا بدي اعترف للابونا؟ يي ما هو انسان مثلي مثله، طب ما يي انا كيف يعني انا كيف بدي اكشف قلبي وافكاري وضميري قدام شخص مثلي مثله؟ طب ما كيف هون؟ اليوم ابونا زكي اكيد رح يوضح لنا كثير بهيدي الامور. بتقول حدا القديس مر اسحاق السرياني بيقول التوبه هي السفينه، والخوف هو الربان تبعولها، والحب هو الميناء الالهي. الحب هو الميناء الالهي. لكن احنا البور اللي بدنا نوصل عليه، الميناء اللي بدنا نوصل عليه هو قلب الله. وسر الاعتراف هو اكثر سر بيساعدني حتى انا اوصل لقلب الله. بيقول المزمور 51 أنا عارف بإثمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لما أنا أكون عن جد عم عيش هيدي الكلمة ما بيكون في عندي صعوبة لحتى أنا أعترف، ولكن بالعكس لأني عارف بإثمي وخطيئتي أمامي في كل حين بحاول قد ما فيي إني أركض دغري لحضن بي السماوات. قديس يوحنا بولس الثاني بيقول يلي كلنا عاصرنا وبنحبه،
بيقول مشكلة مجتمعنا اليوم هو أنه فقد الحس بالخطية. فاليوم قلبنا وأفكارنا وآذاننا محضرين لحتى نصغي لإلك أبونا زكي، لحتى نقدر عن جد نتحضر للميلاد بما يليق بابن الله، حتى يقدر فعلا هالابن الإلهي لما بيجي لعنا يجد له موضع في النظافة، لأنه هو عادة الكتاب المقدس بيقول أنه لم يجد له موضع في النظافة. فنحن لا، بدنا نحضر قلوبنا وحياتنا لحتى بس يجي يسوع يجد له موضع في النظافة. خينا زكي اللي كثير بنحبك، نحن ناطرينك. رامي إذا بتريد قلنا هيك باختصار شديد مع اللي عم يشارك معنا أول مرة، نحن لمين بدنا نصغي اليوم؟ مساء الخير للجميع وأهلا وسهلا فيكم. سعيدين جدا بوجودكم معنا اليوم، خاصة مع هاللقاء المميز جدا. وانتم بتعرفوا يعني بالنسبة لي اللقاءات اللي بتكون مع أبونا زكي بتكون دائما لقاءاتي المفضلة. واللقاء المفضل أكثر من أبونا زكي هو لما ألتقي بأبونا زكي. عشان هيك اليوم نزلت رزنامة 2022 لبرنامج مركز الفنون الروحية مع أبونا زكي. بنصحكم من هلأ تبلشوا تخططوا إنكم تسجلوا معه. عنده دورات تنشئة صدقوني بتغير حياتكم، لأنه اللقاء على الإنترنت يبقى ناقص. اللقاء الشخصي والاختبار الشخصي مع أبونا زكي هو الذي يغير. من ضمن الأشياء اللي بيعملها اختر الحياة مع دليدا، عين الحسود، بيني وبينك، ثلاثية الفصح، شفاء الذكريات، اختبر جسدك الروحي، الشيطان والشياطين، سلفي وخوفي خلفي، المحبة الشافية، غير الرياضات اللي عنده إياها مثل الرياضة التعليمية، رياضة المتزوجين، رياضة المتمرسين، وهدول كمان لهم قوانينهم الخاصة. للي ما بيعرف أبونا زكي، يعني طبعا نحن بنحب نزهقكم، هو مؤسس مركز الفنون الروحية في دير سيدة النجاة في بكفية، وهو مدير شبكة صلاة البابا باللغة العربية، وإلها صفحة على الفيسبوك ما اسمها البابا فرانسيس. بابا فرانسيس صفحة حدا انتحلها، ولكن صلاة البابا باللغة العربية كل شهر البابا بحط نية عشان الكنيسة جمعاء تصلي عليها، تصلي على هاي النية. ويقيم رياضات روحية غنية في الشرق الأوسط ولقاءات روحية عبر الإنترنت، ويخدم اليوم في دير سيدة التعزية للآباء اليسوعيين في تعنايم. أبونا زكي أهلا وسهلا فيك 100 مرة، نورتنا ودائما بنحب وجودك معنا. شكرا رامي، شكرا سير جمانة. بالواقع الخبرة كانت جديدة علينا كلنا أول ما ابتدينا بهالمشوار، وفعلا كان مشوار كتير كتير حلو. رامي على الأقل بيعرف بالأول المقاومة اللي عملتها لحتى ما أدخل بهالشيء الجديد. والناس اللي بيعرفوني بيعرفوا إنه عادة ما بحب أعطي محاضرات، لأنه بحب إنه الناس يلي أنا معهم نعمل مسيرة ومش محاضرة. فبالأول كنت كتير خايف وما عندي محاضرات جاهزة، يعني لأن عادة ما بعمل محاضرات، ومزعوج من الفكرة. ولكن بعدين اكتشفت إنه فيها لذة. جانب من جوانب اللذة هي إنه برجع مرات كتير كنت التقي بأشخاص ولا زلت يلي ما في التقي فيهم إلا على الإنترنت. وجانب من الجوانب هو الترحيب يلي هلا شفته مثل عنه، وهو كتير كتير حلو، بيشجع يعني يغري. وجانب كمان المشاركات يلي بتصير، ويعني فعلا بالنتيجة صار هاللقاء فعلا وقت ممتع بكل معنى الكلمة. وخاصة كان وقت ممتع لأنه إجا بوقته، يعني إجا بالوقت يلي كلنا وقفت الحياة وكل واحد منا انزرب بأوضته، وإذ بتيجي هالفكرة. ما بعرف الفكرة من وين طالعة، من سير جمانة ولا من رامي ولا من حدا تاني، بس فعلا كانت فكرة جدا صائبة بمكانها. أبونا
بس بحب لك شغله، عن جد اختبرنا هالشغله انا ورامي. مم. انا بفكر هو بيحكي وهو بفكر انا بحكي، مم. يعني في كتير تناغم روحي بيني وبين رامي بصراحه، لاني بعرفه لرامي من اكثر من 15 سنه، فكرمال هيك صار في انه جمانة بتفكر او رامي بفكر هو ذاتها هي ذاتها. ايه، وهيدا اللي بيعطي علامة الروح بوقت من الأوقات. بالواقع يا رامي، قلت انه بعطي دورات بالشرق الاوسط وهذا مزبوط. عطيت دورات بسوريا، عطيت دورات بمصر، ولكن حاليا من اول ما فكت الكورونا دوراتي الوحيده عم تكون بالاردن. فالسنه اللي ما نزل بالرزنيمه، لان بالرزنيمه بننزل الامور يلي عم نعملها بلبنان، اللي ما نزل بالرزنيمه هو الدورات اللي رح اعملها بالاردن. عندي دورتين بشهر واحد، وعندي ما بعرف قد ايه، لانه رايح شي 10 ايام اذا مش اكثر، ناسي قد ايه رايح، بشهر 7. فما بعرف شو رح يصير يعني. رح روح على الأردن وشوف شو بده يصير. فكمان يعني هيدي من الأمور، رامي بيعرف وسير جمانة كمان، من الأمور اللي فعلا عندي رغبة كتير كبيرة، إنه أكتر وأكتر نطور وننمي ونكتر الدورات يلي بعملها بالأردن. عندي شقفة من قلبي بالأردن مثل ما رامي بيعرف كثير منيح. بقى بحب إنه نميها وأطورها، وبرجع بشكركم كثير. في الواقع ابتدت سر جمانة بأنه تقول لا خطية من دون مغفرة، من دون مغفرة، وشرط المغفرة هو التوبة. وهون أكيد انه شرط التوبه هو اولا اني اشوف انه انا عم بعمل خطيه، انه انا عم بعمل شيء عم بيأذيني، وبذات الوقت عم بيكون مؤسف ومحزن لربنا، وبذات الوقت عم بيكون مؤذي نوعا ما لجماعه المؤمنين، للكنيسه وللكره الارضيه. هلا كيف هالشيء يلي عم بعمله مؤذي بهالطريقه؟ هون سجلوها، لانه بدكم ترجعوا للموضوع، لان هودي الموضوعين بالواقع متصلين ببعضهم، اللي هو موضوع سر الاعتراف والمصالحه، وموضوع الخطيه يلي اعطيته باخر لقاء، ناسي انا ايمتى كان اخر لقاء، يمكن من شهر او اكثر. فهني موضوعين كتير كتير يعني متصلين ببعضهم، بحيث انه خلال الموضوع اللي رح اعطيه اليوم رح اذكرك بكتير اشياء من اللي قلتها بموضوع الخطيه، لانه الموضوعين بطبيعه الحال مرتبطين جدا ببعضهم. اذا بس نرجع نعيد شويه عناوين من اللي قلناها بموضوع الخطية لحتى نرجع ننطلق منها. كنا قلنا بموضوع الخطية إنه اكتشاف الخطية هو لحظة استنارة، ونوعا ما لحظة فرح عند المسيحي، لأنه أخيراً بيكتشف شو اللي عم بيسبب تعاسته، ومرات كتير ما بيكون عارف إنه هالشي عم بيسبب تعاسته، وما بيكون شايف، يمكن بيكون عارف بمعنى انه الناس قالوا له انه هالشيء خطيه، ولكن هو بالواقع مش شايف ومش مختبر ومش لامس كيف انه هالموضوع فعلا عم بيسبب له تعاسه. وعشان هيك كنا قلنا انه اول شيء مثل ما بيقول توما الاكويني، وشوي مثل ما قالت سور جمانة، لا خطيئه من دون ما الخاطئ يشوف انه اللي عم بيعمله خطيه، والا مش رح يتوب طبيعه الحال، لانه هو اذا بيتوب كواجب، وهذه التوبه ما بتكون حقيقيه لانه مش نابعه من القلب، وبالتالي ما بتدوم. التوبه لتدوم بدها تكون نابعه من القلب، ولحتى تكون نابعه من القلب بده يكون الانسان اختبر انه هالشيء اللي عم بيعمله مضر له، ومضر لجماعه الكنيسه يلي هي عم بتناضل
إذا بدكم رح أرجع أعطي عنوان شرحناه بموضوع الخطية اللي هو جسد المسيح السري. فإذا هذه المجموعة اللي عم بتناضل لتحويل الأرض إلى ملكوت، وبالتالي أنا لما أعمل شيء ضد الحب مش بس بأذي يعني سعادتي، ولكن أنا أخون قضية جسد المسيح السري. كأنه أنا بتكون الأرض عم بتقرب نحو الملكوت بحملها وبرجع بردها، وهذا أكيد بيكون شيء مؤسف جدا لربنا. وعشان هيك كنا قلنا إنه الخطية بالمسيحية عندها بعد ثلاثي، بعد شخصي، بعد جماعي، وبعد روحي في علاقتي مع الله. وكمان ذكرت سور جمانة هالشي، إنه لما يقول الكتاب المقدس أمامك وحدك خطأت والشر أمام عينيك صنعت، فإذا الخطية هي حدث بيتم بالعلاقة الحميمة بيني وبين الله، وبيجي بخرب هالعلاقة. وبالتالي يلي ما عنده علاقة حميمة مع الله ما يفتش عن خطيته، لأن بلا طعمة. بالأول يعمل العلاقة الحميمة مع الله، بالأول يختبر حب ربنا وخاصة حب الآب، وبالأول يختبر إنه هو ابن، وبعدين بيصير يختبر إنه هالعلاقة تشوبها، يعني بتعطلها أمور، وهذه الأمور هي اللي بتكون الخطية. وهون كمان ذكرنا المرة الماضية بالفرق بين الخطيئة يلي هي هالحدث اللي بيعطل العلاقة بيني وبين الله، وبين خطأ أخلاقي أو خطأ قانوني أو خطأ اجتماعي يلي هو ممكن يكون خطية طبعا، ولكن ممكن ما يكون خطية كمان طبعا، مثل ما أحيانا منشوف بالإنجيل. فإذا بما أنه الخطيئة هي حدث بيتم بالعلاقة الحميمة بيني وبين الله، فطبيعي أنه الاعتراف والمصالحة هو سر العودة إلى قلب الله، مثل ما قالت سور جمانة. عم برجع بذكر، لأنه هي قالت عناوين فعلا كتير مهمة، فعم برجع بربط هودي العناوين باللي قلنا المرة الماضية لحتى نرجع ننطلق. إذن الاعتراف اسمه دايما الاعتراف والمصالحة، وهون مهم نرجع نذكر ببعض الأمور اللغوية. بعض الأمور اللغوية. الاعتراف هو فعل يستخدم بكل اللغات لنقول الاعتراف بالحب أو الاعتراف بالميل، الاعتراف بالأمور العظيمة. بالمزامير مثلا عدة مزامير كانت الترجمة لحد تقريبا السبعينات، كانت الترجمة تبع المزامير أعترف للرب، بس ما كانت أعترف للرب بخطاياي، كانت أعترف للرب بعظائمه، بعجائبه، بالآيات اللي عملها بحياتي، بحبه العظيم، لأن إلى الأبد رحمته. إذن الاعتراف هو الاعتراف بالحب، الاعتراف بالجميل. ولكن الخطيئة ما بيكون أساساً لغوياً عم نحكي، بالأساس ما في الاعتراف بالخطيئة، في الإقرار بالخطيئة. هلأ بعد شوي رح نفهم ليه بوقت من الأوقات صار في هاللغط، صرنا نقول بنعترف بخطايانا، وصار سر الاعتراف بالكنيسة هو سر الاعتراف بالخطايا ومش سر الاعتراف بحب الله. ليه؟ لأنه الاعترافات الأقدم في الكنيسة رسمياً هي اعترافات القديس أغسطينوس بالقرن الرابع. واعترافات القديس أغسطينوس هي اعتراف بحب الله، بعظمة حب الله. هلأ هذا الاعتراف يمر بعد شوي رح نشوف ليه إجباري، يمر بالإقرار بالخطيئة، ولكن مهم براسنا يضل في هالفرق. الاعتراف هو بحب الله،
هذا الاعتراف يمر بوقت من الأوقات، رح نشوف ليه، بالإقرار بالخطيئة. بتعرفوا إنه القديسة فوستينا بالظهور الشهير عليها، الكلمة اللي بتقولها يلي تترجم يا يسوع أنا أثق بك، بالواقع هي مش أنا أثق بك، أنا أعترف لك، confiteor te، يعني الكلمة باللاتيني confiteor te، أنا أعترف لك. بس المشكلة ليه ما ترجموها أنا أعترف لك؟ لأن إذا بدهم يترجموها أنا أعترف لك، الناس رح تفهم إنه أنا بعترف لك بخطاياي، بس أبداً مش هيدي هي الفكرة. الفكرة هي إنه أنا أعترف بحبك. كان ممكن يترجموها أنا أعترف بحبك بدل ما يترجموها أنا أثق بك. هلا ترجموها هيك، مش رح نتخيل. بس المهم إنكم تفهموا الكلمة. ليه؟ لأنه المشكلة هي بكل اللغات. يعني مثلا بالفرنسي كانوا يقولوا أنا أعترف للرب، بمعنى أعترف بحب الرب، جو كونفيس، جو كونفيس. بعدين بطلت جو كونفيس، صارت شو بعرفني، جو جلوريفي، شو بعرفني، خبريات مثل هلا بالعربي بطلنا نترجم اعترف لك، صرنا نترجم، او اعترف للرب صرنا نترجم احمدك او احمد الرب، ولكن هي مش احمدك، هي اساسا اعترف لك. اذا سر الاعتراف هو سر، اولا سر الاعتراف بالحب. هيدي هيك عنوان، احفروا. لماذا سر الاعتراف بالحب يمر بالإقرار بالخطيئة؟ هالسؤال ممكن يجاوب عليه كل شخص اختبر الحب مع حيالله إنسان. أي متى نختبر الحب؟ أنا رح أقلكم لحتى تعرفوا، لأنه مرات منسمي حب ما هو ليس حب. نختبر الحب عندما نكون بوضع كتير مخجل ومخزي، بوضع فيه كتير فشل وخيبة، والآخر يقبلنا كما نحن. هذا هو الحب اللي بحبنا لأنه نحن ضابطين، لأنه نحن ناجحين، لأنه نحن حلوين. هيدا معجب فينا، مش كخة، منيح، حلو واحد الإنسان يكون فيه عنده معجب، فانز. ولكن اللي بحبنا هو اللي مصر إنه يقبلنا ويحبنا وقت اللي منكون بأوضاع مزرية، أوضاع مخجلة. فشو بنعمل عندما نكون بعلاقة حب وبدنا إنه نبني على هذه العلاقة حياتنا؟ شو بنعمل؟ منروح منخبر الآخر يلي منحبه عن أبشع شيء بحياتنا. ليه منخبر الآخر عن أبشع شيء بحياتنا؟ لسببين. السبب الأول هو إنه، حتى يمكن 3 أسباب، طولوا بالكم علي. السبب الأول هو إنه بدنا نشوف إذا ما بيقبلنا بفشل، هذا شخص ما في يحررنا. يعني ما فينا نكون قدامه مثل ما نحن، نكون أحرار. رح يكون شخص بدنا نضلنا خايفين إنه نغلط، لأنه إذا غلطنا ما بيعود يحبنا. وبهالحالة إذا هو شخص ما بيقبلنا إذا غلطنا، فهو شخص فعلا ما، يعني إنه في كتير أشخاص مثله ما بيقبلونا إذا غلطنا. نحن بدنا نرتاح
معناتها بدنا يكون بحياتنا في أشخاص بيقبلونا إذا غلطنا. فهذا أول سبب. السبب الأول هو إنه بدنا نقدر نعرف هالعلاقة إذا فينا نبني عليها حياة حرة وننمو بالحرية أو لا. السبب الثاني هو إنه عادة لما نحب شخص بيكون عنا إحساس، ومرات كتير بيكون إحساسنا بمحله، إنه هالشخص رح يقبلنا مثل ما نحن ورح يقبلنا بغلطنا، مثل كأن بنحكي له الغلط اللي عملناه أو الفشل اللي مرقنا فيه أو الحدود اللي عنا إياها بشخصيتنا، قصد تنتأكد ونحتفل بالحب. نحتفل بالحب. وهذا السبب الثالث. السبب الثالث إنه هالأمور اللي بنكون مرقنا فيها واللي هي كتير مؤلمة لنا ومخجلة ومخزية، هالأمور بالحب بتصير هي المكان المميز للاحتفال بالحب. عم تفهموا؟ أكيد عم تفهم. حدا يقول لي عم بفهم. إذن شكرا سما. إذن لأن هيدي هي النقطة الأساسية بالاعتراف. النقطة الأساسية بالاعتراف هو إنه المكان المخزي والمكان المخجل، مكان الفشل، مكان الحزن، هو بيصير المكان المميز يلي بحتفل فيه أنا بالحب، يلي بحتفل فيه بأهم شيء بحياتي. بحتفل فيه بالحب يعني بحتفل فيه بأهم شيء بحياتي. وعشان هيك نشوف عشان هيك الخبرة اللي هي الاعتراف بالحب تمر يعني نوعا ما إلزاما بالإقرار بالخطيئة. ليه؟ لأنه أنا أختبر كيف إنه ربنا أول شيء يحبني. أختبر كيف إنه ربنا يحبني، بمعنى إنه هو يحبني حتى بمكان الخزي ومكان الفشل، وأنا أتصالح مع هذا المكان. أتصالح مع هذا المكان لأنه هذا المكان بيصير هو المكان اللي بحتفل فيه بحب ربنا، هو المكان اللي بلمس فيه حب ربنا، وهو المكان اللي بحتفل فيه بحب ربنا. وعشان هيك القديس بولس كتير بيحكي عن هالخبرة. القديس بولس بروما الفصل 7 بيحكي إنه هو كتير عم بيتعذب من الخطية. يا حرام شو بنق. رح نقرأ لكم شوي من روما الفصل 7 شو بيقول. لكن عم بقرأ روما الفصل 7 الآية 15. أوكي؟ وحقا لا أدري ما أفعل، فالذي أريده لا أفعله، أما الذي أكرهه فإياه أفعل. فإن كنت لا أفعل ما أريد فأنا أوافق الشريعة على أنها حسنة، فلست أنا الذي يفعل بل الخطيئة الساكنة في هي التي تفعل الخطيئة. لأن الخير الذي لا أريده لا أفعله، والشر الذي لا أريده إياه أفعل. فإن كنت أفعل ما لا أريد فلست أنا أفعل ذلك بل الخطيئة الساكنة في. فإني أطيب نفسا بشريعة الله من حيث أني إنسان باطن، ولكن أشعر في أعضائي بشريعة أخرى تحارب شريعة عقلي وتجعلني أسيرا لشريعة الخطيئة. ما أشقاني من إنسان، من ينقذني من جسد الموت هذا.
إذا مربولس يختبر الخطيئة، ويعني إنه هو ما يكرهه يفعله، ومش هو اللي عم بيعمله، هيدي الخطيئة الساكنة فيه هي اللي عم تعمله، ويعني عم بناء ومن ينقذني من جسد الموت هذا. ودغري شو بيقول؟ اسمعوا منيح، لكن نحن بروما الفصل 7 الآية 25: أشكر الله بيسوع المسيح لأني بالعقل أريد شريعة الله، وبالجسد عبد لشريعة الخطيئة. ليه أشكر الله؟ لأنه بهذه الطريقة ظهرت محبة الله. كيف أنا بدي اختبر محبة الله إذا أنا كل الوقت ظابط؟ إذا مربولس يختبر محبة الله لأنه هو مش ظابط، لأنه هو مقسوم. ولذلك بيقول كمان، هيدي بتعرفوها مشهورة بالرسالة الثانية لأهل كورنثوس بالفصل 13 بالفصل 12 عفوا، بيقول ومخافة أن أتكبر جعل لي شوكة في جسدي، رسول من الشيطان وكل إليه أن يلطمني لئلا أتكبر، وطلبت من الله 3 مرات أن يبعده عني، فقال تكفيك نعمتي فإن قدرتي تبلغ بالضعف. إذن أي قدرة لدى الله؟ قدرة الحب، وقدرة الحب تبلغ الكمال في الضعف طبيعة الحال. ولذلك بيقول مربولوس فإني أفتخر بحالات ضعفي لأني عندما أكون ضعيفا أكون قويا. ومن هون بنحكي دايما عن سر الاعتراف والمصالحة. فأنا أتصالح مع ضعفاتي لأنه هي صارت المكان المميز اللي بختبر فيه قد ايه أنا محبوب، مش بس من الله، من الآخرين كمان. الضعف صار المكان المميز يلي بختبر فيه قد ايه أنا محبوب، وبالتالي الضعف هو المكان المميز يلي أنا بكتشف فيه دعوتي، فدعوتي إني أقول للي عندهم ذات الضعف إنه هن انطلاقاً من هذا الضعف ممكن كمان يختبروا الحياة، لأنه انطلاقاً من هذا الضعف ممكن يختبروا قد ايه هن محبوبين. وبالتالي نحن نتصالح مع ذواتنا، مع ضعفنا، مع واقعنا، مع الله، مع الناس يلي بسببهم يمكن وقعنا بهذا الضعف. نتصالح مع كل هؤلاء. وعشان هيك بيقول بالرسالة الثانية لأهل كورنثوس الفصل 5: نحن لا نعرف أحدا بعد اليوم معرفة بشرية. إن كنا قد عرفنا المسيح يوما معرفة بشرية، فنحن الآن لا نعرفه هذه المعرفة. إن كان أحد في المسيح فهو خلق جديد. لا خلق جديد، لأنه إذا كان أحد في المسيح هو لا ينظر إلى ذاته، ولا ينظر إلى ضعفاته، ولا ينظر إلى الآخرين، ولا ينظر إلى ضعفات الآخرين كما ينظر الناس. هو ينظر إلى ذاته كشخص محبوب، هو ينظر إلى ضعفاته كمكان مميز لاختبار هذا الحب، هو ينظر إلى الآخرين كأشخاص بينحبوا، مفروض أنهم بينحبوا، وينظر إلى ضعفات الآخرين كمكان للرسالة، تيشوف من خلال هذا الضعف كيف بده هو يقدر يحبون. هذا كله من الله. بعدني عم بقرأ بالرسالة الثانية لأهل كورنثوس الفصل 5 الآية 18: هذا كله من الله الذي صالحنا بالمسيح وأعطانا خدمة المصالحة. بالليتورجية المارونية عملوا ترجمة ديابوليك، يعني شيطانية، لما قالوا هذا كله من الله الذي صالحنا بالمسيح مع ذاته. هو مش مخينق معنا، الذي صالحنا بالمسيح. صالحنا، صرنا مثل ما بيقول خدم للمصالحة،
صرنا ناس متصالحين مع الله، متصالحين مع حالنا، متصالحين مع أخطائنا، متصالحين مع واقعنا، متصالحين مع الآخرين. ذلك بأن الله كان في المسيح مصالحا للعالم غير حاسب عليهم زلاتهم. بطل ربنا قاعد يحسبنا على خطايانا، صار قاعد يفرجينا من خلال خطايانا قد ايه نحن محبوبين. ولما نشوف قد ايه نحن محبوبين، خطايانا تتحول إلى مكان للاحتفال بحب ربنا وللانطلاق في رسالة جديدة. لقد أعطانا كلمة المصالحة. كلمة المصالحة صارت لنا، يعني نحن اللي حملينا، نحن المسؤولين عنها، نحن اللي اختبرنا هذه المصالحة. فنحن كأننا سفراء المسيح، وكأن الله يعظ بألسنتنا. اسمعوا منيح: نتوسل إليكم باسم المسيح، دعوا الله يصالحكم. أنتوا كمان اختبروا قد ايه أنتوا محبوبين وتصالحوا. تصالحوا مع حالكم، تصالحوا مع كل شيء بواقعكم مزعج، مع كل الخطايا والفظائع يلي ممكن إنكم تكونوا عملتوها. تصالحوا معه. لما تتصالحوا معه رح تكتشفوا إنه هي دائما مكان للرسالة. رح أعطيكم مثلين. بالمثل الأول هو جاي من اوكي، راح اعطيكم هودي المثلين. المثل الاول جاي من مراكز اعاده تاهيل المدمنين. مين الافضل لمساعده المدمنين على اعاده التاهيل تبعيتهم؟ الافضل هن اللي كانوا مدمنين. ليه الافضل هن اللي كانوا مدمنين؟ لانه اللي كانوا مدمنين لانهم كانوا مدمنين ولانهم تصالحوا مع هذا الادمان، صاروا بالنسبة لهم يحبوا يقبلوا حالهم كمدمنين، وبالتالي صاروا تلقائيا يحبوا المدمنين. ولأنه يحبوا المدمنين بيساعدوا المدمنين إنهم يتصالحوا مع حالهم، ولأن بيساعدون يتصالحوا مع حالهم بيقدروا ياخذوا القرار إنه يغيروا حياتهم. كتير صعب الإنسان إنه ياخذ قرار يغير حياته طالما هو ما بيحب حاله مثل ما هو، على عكس ما بنتخيل. أحياناً بنتخيل إنه الإنسان لازم يكره حاله مثل ما هو لحتى يقدر يغير حاله. بالواقع الكره ليس من الله، ولا يعطي أي طاقة ولا يعطي أي حياة. وبالتالي طالما أنت كاره حالك وكاره الآخرين ما بتقدر تغير شيء. طالما أنت كاره واقعك ما بتقدر غير إنك تهرب منه. لحتى تقدر تغير حالك بدك تحب حالك مثل ما أنت. وانطلاقاً من هون، لما أنت تحب حالك مثل ما أنت بتتحد بالله، لأنه الله بحبك مثل ما أنت، وبالتالي بيصير فيك تشوف طرق حياة وطرق تغيير وطرق نمو. لما تحب واقعك بتصير متحد بالله، لأن الله يحب هذا الواقع، وبالتالي بتصير مثل الله، تقدر تشوف بقلب هذا الواقع طرق حياة وطرق تغيير وطرق نمو. طالما أنت بالكره فأنت بعيد عن الله، وبالتالي مش رح تقدر تشوف طرق حياة، رح تقدر فقط تشوف طرق هروب. هون المسألة إنه أوكي أبونا نحن عملنا مسيرة اعتراف ومصالحة، عملناها لوحدنا، قعدنا مع حالنا، شفنا الأمور يلي فعلا بتزعجنا وأقرينا إنه هودي خطايا، واختبرنا كيف إنه ربنا بيحبنا مثل ما نحن، واختبرنا كيف إنه هالخطايا هي مكان مميز لنختبر محبة ربنا. القديس إغناطيوس، على فكرة مش أغسطينوس، إغناطيوس تبع القرن السادس عشر، هذا اللي أسس اليسوعية، حرام. إذن بيقول عندما يدخل الإنسان إلى قعر، يعني آخر قعر بئر المظلم، يصرخ صرخة دهاش. ليه؟ لأنه تحت
بيلاقي ربنا. ليه بيلاقيه تحت؟ لأنه ربنا بيحبه، وبالتالي بينزل لتحت قبله، لحتى لما ينزل هو يسلقها يلاقيه، مثل الأيقونة تبع القيامة، ياخد إيده ويطلعوا مع بعض، يطلعوا مع بعض. إذا عندما يختبر الإنسان إنه خطيته صارت المكان المميز، مثل ما بيقول القديس أغسطينوس: سعيدة هي هذه الخطيئة التي جعلتنا نختبر هذا الخلاص. سعيدة يعني ميرسي. وهيدي هي إذا بدكم خبرة الاعتراف أو المصالحة، هي إنه نوصل لوقت نقول نحن بنشكر الله إنه عملنا هالخطية بسبب الاشياء اللي تعلمناها، وبسبب الحب الكبير اللي اختبرناه، وبسبب انه انطلاقا من هالخطيه نحن وجدنا انطلاق جديد. المثل الثاني اللي كنت بدي اعطيه غير المدمنين هو احدى الجمعيات الاجتماعيه بلبنان اللي هي اسمها كن هادي. كن هادي هذه الجمعيه ابتدت لانه في اهله لهادي، هادي بيعمل حادث سياره وبيموت بحادث السياره، واهله لهادي بيختبروا حزن كبير جاي نتيجه خطيه يلي هي الطريقه يلي مش خطيه هن عاملينها، بس هي خطيه سببت لهم الم لإلهم. فانطلاقا من هذا الالم بيعملوا جمعيه متخصصه للانتباه ومساعده الشباب بالسواقه، وخاصه بالسواقه بالليل باخر السهره. فهن انطلاقا من خطيه اذيتهم اختبروا حب جديد ورساله جديده، حب اشمل. فجاه صاروا كل شيء اللي عم بيسوقوا بالطرقات بالليل هن اولادهم، وانطلقوا لحتى يساعدون لكل هالشباب. اذا بنرجع بنوصل لفكره انه اوكي، انا اختبرت انه هذه الخطيه كانت مصدر نعم بحياتي بفضل محبة ربنا. اختبرت انه هالخطية صارت مكان مميز للاحتفال بمحبة ربنا بحياتي، هالمحبة يلي اطلقتني من جديد الى حياة جديدة واختبار ان كل شيء جديد، وتصالحت مع الخطيئة وانطلقت بالرسالة وصرت انسان جديد. وشو ما بدكم، شو بدي اجي اعمل عندك ابونا؟ ليه بدي اجي خبرك الاخبار؟ بالأول بدنا نفهم شوي شو معناتها سر. السر، أسرار الكنيسة، السر هي كلمة تستعمل، اسمعوا منيح، لنقول احتفال الكنيسة بالمسيح القائم والذي يعمل. هذا بيسموه السر، احتفال الكنيسة بالمسيح القائم والذي يعمل في وسطها. هلا هو السر لأنه ما حدا شايف شيء غير الكنيسة. الكنيسة فقط شايفة إنه المسيح قايم من الموت وعم بيشتغل. يعني مثلا لما الكنيسة تحتفل بمعمودية، إذا معمودية طفل أو معمودية راشد، الكنيسة تؤمن وتحتفل أن المسيح القائم من الموت هو اللي دعي هالشخص ليدخل بجسد المسيح السري، أو دعيه إذا كان بالغ من خلال اختباره، أو دعيه إذا كان طفل من خلال أنه ولد بقلب هالعائلة. فإذا المسيح القائم من الموت هو الذي يدعو هالإنسان إلى الدخول في رعيته، وعشان هيك نحتفل بسر المعمودية. لماذا نحتفل بسر الإفخارستية؟ لأنه نحتفل إنه المسيح يلي نحن عم نختبر إنه هو حاضر معنا، نحن نحتفل أنه حاضر ولا يزال يعطينا جسده ودمه. انتبهوا، المسيح لا يعطينا جسده ودمه بالإفخارستية وبس، نحن نحتفل بالشكر.
هيدا السر اسمه شكر. نحن نحتفل بالمسيح اللي عم نختبره دائما معنا، وأنه دائما يعطينا. نيجي على الإفخارستية ونحتفل بالشكر على هالشيء اللي نحن دائما عم نختبره. نحن نحتفل إنه المسيح هو الذي دعا هيدا الزلمة وهيدي المرأة إنه يعطوا حياتهم لبعض. لأنه شو هو سر الزواج؟ سر الزواج هو عندما تحتفل الكنيسة بشيء كتير غريب. عم نقول الأصول. هلأ شو بيصير بعدين؟ عم نقول الأصول إنه في رجال التقى بمرأة، بعدين من بعد ما هالرجال التقى بالمرأة هو حب إنه يعطيها كل حياته مجانا ودون مقابل، وهي حبت إنه تعطيه حياتها مجانا ودون مقابل. انتبهوا، مش بالمقابل هي رح تعطيه حياتها، لا، لأن إذا بالمقابل رح تعطيه حياتها وبالمقابل رح يعطي، بطل سر حب، صار اتفاق إنه تعي يا أختي نتفق أنا وياكي، أنا بعطيك حياتي على شرط أنت بتعطيني حياتك. إيه، هيدا صار عقد. وعشان هيك مرات كتير لما يكون في هذا الشرط منوصل لنهاية العقد ومنصير بدنا نفسخ العقد، لأنه من الأول ما كانش عهد. العهد هو إنه أنا بلاقي دعوتي وحب حياتي ومعنى حياتي إني أنا أعطي حياتي مجانا ودون مقابل للآخر. وتصدف، وعشان هيك بنقول إنه هذا ربنا، لأنه الآخر بيقول أنا كمان حابب بعطي حياتي مجانا ودون مقابل. معناتها هذا ربنا، هاتوا تنحتفل إنه ربنا هو اللي جمعكم ونحتفل بسر الزواج. عندما نحتفل بمسحة المرضى نحن نحتفل أن الكنيسة تؤمن أن المسيح هو الذي يرافق هذا المريض، أم يرافقه نحو الشفاء، أم يرافقه نحو تغيير الحياة، نحو الحياة الجديدة. سر الاعتراف. هلا لي السر بده يكون فيه الخوري. هيدا الخوري قهرنا. ليه هالسر بده يكون فيه الخوري؟ انه طيب ما يا ربنا قال انه نحن يعني اذكى من ربنا قال كل ما اجتمع اثنان او ثلاثه باسمي اكون بينهما. لشو بيجينا هيدا ابو فولكلور وتوب ابيض وفرفرو؟ هلا بنحكي لكم. لما كان مربولس عم ببشر، هيدي بنلاقيها بأعمال الرسل. لما كان مربولس عم ببشر كان يبشر جماعة، وبعدين هو بده يترك هالجماعة ويروح على جماعة تانية. ليه؟ لأنه هو هذه دعوته زنبرك، ما بيقعد بجماعة، بده يفتوي. طيب كل واحد عنده دعوته، بدنا نقبل كل واحد بضعفه. إذن بينقل لجماعة تانية. شو بيعمل؟ بيشوف شخص، عادة كان يكون رجل، لأنه بهذيك الوقت كان عادة من يترأس الجماعات يكون رجل. ليه مش مرة؟ لأنه المرأة ما بتقدر كانت في ذلك الزمان، لأن المرأة في ذلك الزمان كانت بكل الحضارات القديمة كانت المرأة أولاً دورة إنها تكون ما كانت تخلف، فما كانت خليفة، ما بتقدر تترأس جماعة لأنه عندها شغل تاني، ساعة بقطع قلبها، ساعة بتتوحم، ساعة بدها تخلف، ساعة مدري شو بيصير لها. فعشان هيك في ذلك الزمان كان من يترأس الجماعات هو رجل. فينقي مربولس رجل ويحط إيديه على راسه. شو معناتها؟ معناتها إنه لما تجتمع الكنيسة لتحتفل أن المسيح القائم هو معها ويعمل أعمال، شو ما كانت هالأعمال، هيدا الزلمة وجوده هو علامة على إنه المسيح اللي عم تحتفلوا فيه هو مسيح الرسل، هو المسيح اللي بيؤمنوا فيه الرسل، ومش مسيح عم تفرعوه على ذوقكم. إذا بدكم هو الخوري، لأنه هون كمان مهم ننتبه إنه لاهوتياً ما في شيء اسمه سر الكهنوت، في شيء اسمه نعمة الكهنوت. نعمة الكهنوت إنه كلنا كهنة،
كهنة؟ كلنا من وقت ما نتعمد بنكون كهنة. ليه كلنا بنكون كهنة من وقت ما نتعمد؟ لأنه الكاهن هو الوسيط، الحبر بيقولوا، هذا جسر يعني الحبر، هو الوسيط. بونتيف بالفرنساوي، بونتيف من من بون، يعني جسر، حبر، يعبر. إذن الكاهن هو الجسر بين الله والناس. بيسوع المسيح، هيدي خاصة للعبرانيين، بيسوع المسيح هذا الجسر صار صفر، لأنه اتحد الله بالناس بيسوع المسيح. فلما اتحد الله بالناس بيسوع المسيح، صار يسوع هو الكاهن الأعظم والكاهن الوحيد، وصرنا كلنا كهنة. ليه؟ لأنه كلنا بالتالي كلنا لما نروح عند الناس منكون حاملين الله بقلبنا للناس، وكلنا لما نوقف أمام الله لنصلي منكون حاملين الناس وحاملين كل وقعنا لله، وبالتالي أصبحنا كلنا كهنة. وعشان هيك ننال نعمة الكهنوت بوقت المعمودية. فهناك سر اسمه خدمة الكهنوت، أو سر يسموه بالعربي القصوصية، أو سر تنظيم الكهنوت، يعني اوردر ساسردوتال، تنظيم الكهنوت، أو مينيستير ساسردوتال، يعني خدمة الكهنوت. هيدا السر بيخلي إنه البني آدم بيقول للناس صحيح إنه يسوع المسيح هو حاضر بفضلكم، كل ما اجتمع 2 أو 3 باسمي أكون حاضر. يسوع المسيح الحاضر بفضلكم، واللي عم نحتفل مع بعضنا انه هو حاضر معنا ويعمل. هيدا المسيح هو مسيح الرسل، والعلامه مسيح الرسل هو انا هو العلامه على انه هو مسيح الرسل. وعشان هيك سر خدمه الكهنوت بالواقع هو سر وحده الكنيسه. وعشان هيك مثلا اخوتنا البروتستانت بوقت من الاوقات لغيوا سر خدمه، كلنا كهنة، وهذا الشيء مزبوط، وبالتالي ما في لزوم لهودي الخوارني. شو صار؟ صار انه كل ديك صار على مزبلته صياح، كل واحد يفتح كنيسة على ذوقه. فشو عملوا؟ قالوا لا 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 لا، خربت. فرجعوا صاروا يعملوا يعني زيت شيء، ينظموا قساوسة ورؤساء قساوسة، وبعدين عملوا مجامع، مثل مثلا مجمع الكنائس الشرق الأوسط. بهذا المجمع في كنائس بتعترف ببعضها انه ايه مزبوط، هذا زيت المسيح اللي نحن بنآمن فيه انتم بتآمنوا فيه، وفي كنائس ما بنعترف فيها، انه لا يا خيي هيدي انتم فتحتوا مسيح على زوج. فيعني الله يرحم ستي كنت تقول مطرح ما الشري خنقوا، بمعنى انه هلا ما كنت تقولها تماما هي زيتها، كنت تقول شيء ثاني. المهم انه يعني طيرنا الخوارني والمطارني والبتاركي، ورجعنا عملنا شيء ثاني ليلعب زيت الدور، انه ليلعب دور توحيد الكنيسه. طيب تنرجع هلا، فهمنا ليه في هذا الخوري وبيلبس هيك فولكلور، مع انه هو بالواقع بضل خوري اذا ما لبس الفولكلور، بس مش الحال. الفولكلور له اكيد رمزيته، هذا بنبقى نحكي بموضوع ثاني. ان مسيره مع الله اللي هي مسيره انه شفت كيف انه خطيتي فعلا تحولت الى مكان احتفل فيه بمحبه الله، لانه احبني مثل ما انا، وبالتالي حول هذه الخطيئه الى مكان للرساله والانطلاق. فانا اريد ان احتفل انه هذا الاله يلي عملت معه هالمسيره هو مسيح الرسل وهو مسيح الكنيسه. ليه بدي احتفل بشيء؟ لانه انا عندما اكتشف انه انا عملت خطيئه، مثل ما قلنا وقت عمل موضوع الخطيئه، انا اكتشف اني انا خنت بطريقه ما جسد المسيح السري، وبالتالي انا حابب انه ارجع احتفل بعودتي لجسد المسيح السري، واحتفل بانه اللي رجعني على جسد المسيح السري هو رب هذا الجسد، اللي هو
مسيح الرسل. لذلك أنا بروح عند هذه العلامة اللي هو الخوري لأحتفل، لأعمل هذا الاحتفال، إنه أنا الشيء اللي اختبرته مع إلهي. لكن الإله اللي أنا بؤمن فيه هو فعلا إله الرسل، وبالتالي أنا أحتفل مع كل الكنيسة بأنه هذا الإله حي وهو عمل هذه المسيرة معي. كرمل هيك ما بعرف إذا بعدكم عم تسمعوني منيح، رح أرجع لأنه يبدو أنه كان في تقطيع. إذا نحتفل مع الكنيسة إنه الإله الرب اللي عمل معي هذه المسيرة بالاعتراف والمصالحة والانطلاق. وعشان هيك بالواقع سر الاعتراف يعني الاحتفال لا يكتمل إلا بالمقاصد. ما هي المقاصد؟ المقاصد هي إني أقول إنه أنا بسبب هذه الخطيئة يلي اختبرتها أنا اكتشفت شيء جديد عيشه، شيء أعطيه، شيء رسالة أقوم فيها. فهذا هو المقصد. المقصد هو عملي اكتشفته رح أعمله كرمال انطلاقا من هذه المصالحة. ولا يتم سر الاعتراف من دون مقصد. هلأ مرات بيحاولوا المقصد انه بتروح تصلي 3 ابنا و3 سلام. هذه فعلا يعني شيء مؤسف اذا بدكم ومحزن، مش مقصود ابدا. المقصد هو قرار عملي باخده لبناء الملكوت ولبناء حياتي، وهذا القرار العملي بيكون نابع من هالخبرة، من خبرة الخطيئة يلي أنا تصالحت معها. مبدئيا هودي الاشياء يلي بدنا نقولها اليوم. فأكيد يمكن عندكم أسئلة وكيف أنا الأمور. هلأ رامي بيكون عم بيجمع كل الأسئلة وهلأ رح يسألون كلهم. ميرسي لإصغائكم. كثير أبونا زكي، كان كثير 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 حلو. يلا رامي أكيد عم بيجهز حاله لحتى يبلش بالأسئلة. شكرا جزيلا أبونا. أبونا، هل لازم نعترف كل مرة قبل ما نتناول ولا بنقدر نتناول بدون اعتراف؟ طلع على بالي جاوب كثير رح أقوله، بعدين رح أرجع أقول الجواب الحقيقي. اللي بيسأل هالسؤال أفضل ما يتناول أبدا. السؤال هو رايح مش عند إله عم بيعطي حاله مجانا، هو رايح عند إله عم بيعطي حاله بشرط. فهو مش إلهنا، مش إلهنا. اللي رايح يتناول لأنه شرط إنه هو رايح ياخد حقه، ياخد حقه. يعني أنا اعترفت، صار من حقي إني أتناول. هيدا مثل ما بيقول مربولوس عم بيتناول دينوني لحاله لأنه مش عارف حاله. نحن نحتفل بإله يعطي ذاته مجانا لأنه بيحب مجانا. وعشان هيك إذا الإله يعطي حاله مجانا فهو يريد دائما أن يعطي حاله مجانا. في قانون الكنيسة، إذا بدنا نرجع للقانون، قانون الكنيسة بيقول طالما أنا عندي نية إني أعترف ونية صادقة إني أعترف، يعني إني أعمل هالمسيرة من المصالحة مع الذات ومع الله، فأنا بروح بعترف. والكنيسة توصي ويعني بتنصح إنه الإنسان المؤمن يكون عنده معرف منظم،
يعني مثلا بيروح بيعترف عنده مرة بالشهر أو مرة كل أسبوعين أو مرة كل أسبوع إذا بدكم، لكن مش مرة بكل يوم. على فكرة بالتقليد الكنسي في تحذير من الاعتراف كل يوم، لأنه الاعتراف كل يوم يعني صرنا بالوسواس وفقدنا المجانية بالعلاقة مع الله. فإذا الكنيسة بتقول إذا أنا عندي موعد مع معرفي مرة بالشهر، رحت اعترفت، أنا وظاهر من الاعتراف ما بعرف شو بيصير معي، بسبله لهيدا وبكفت بدي أرجع فوت عند معرفي ما فيي، لأنه موعدي معه بعد شهر. بدي أقعد شهر من دون مناولة. مرضنا فاهم وشايف وبيحبني وبده ياني احتفل بأنه هو معي. فإذا أنا بتقول الكنيسة طالما في النية الصادقة بالاعتراف أنا بروح بتناول. وإذا ما في نية صادقة بالاعتراف؟ إذا ما في نية صادقة بالاعتراف بيكون كمان في شيء غريب، بمعنى إنه السؤال أنا ليه عم بتناول، بمعنى كمان إنه أنا عم بحتفل إنه ربنا هو دائما معي، وهذا الاحتفال إنه ربنا دائما معي جاي من اختبار إنه أنا دائما سعيد. ففي وحدة من اثنين، يا إما أنا فعلا طوباوي يعني أعيش دائما بالغبطة دائما سعيد وبالتالي فعلا يعني أنا مدري وين عايش، يا إما أنا في أمور مش ضابطة بحياتي وبالتالي أنا عم بضحك على حالي لما نقول إنه أنا دائما عايش بالغبطة. بدي أخذ وقت لشوف شو هي الأمور يلي مش ضابطة بحياتي وليه مش ضابطة بحياتي، ومن هون بتبلش كل المسيرة يلي عم نحكي عنها من وقت ما بلشنا موضوع الخطية لليوم. يعني بدي أشوف شو الأمور اللي مش ضابطة بحياتي، بعدين بدي أشوف وين الخطية يلي عم بتوصل لأمور مش ضابطة بحياتي، بعدين بدي أشوف كيف إنه هالخطية هي مكان مميز لاختبار محبة الله، وهلم جرا. إذا شخص ما عم بيعترف وفجأة مات، شو مصيره؟ سؤال كتير مهم. شو مهم هالسؤال. شو مصيره؟ مصيره بين ايدين ربنا. مصيره بين ايدين ربنا. شو بعرفني؟ بعرف انه ربنا قالنا لا تدينوا لأن لا تدانوا. بقى واحد مات من دون ما يكون معترف، شو بعرفني؟ اذا في ناس بيحبوه مثل ما هو، يعني هودي الناس مش رح يكونوا أذواق من ربنا، معناتها بحبه مثل ما هو. إذا في ناس بيلاقوا إنه هيدا إنسان بيتمنوا له السعادة الأبدية، معناتها إنه مش رح يكونوا بحبوه أكثر من ربنا، فربنا كمان رح يتمنى له السعادة الأبدية. هلأ بيرجع هو الشخص منشوف إذا رح يقدر يعيش هالسعادة الأبدية أو لا. لأنه إذا هيدا الشخص بده يعيش السعادة الأبدية اللي هي الحب، وبذات الوقت هو شخص عارف حاله إنه في ناس زيهم وهنا عم بيتألموا بسببه، فهو هذا الشخص مش رح يقدر يعيش السعادة، لأنه السعادة هي في الله والله هو حب. فكيف بده يعيش سعادة بالحب وهو عم بيشوف إنه في ناس عم بيتألموا بسببه؟ فإذا بدك هون صارت كل مشكلة يعني الحالات يلي بين الجنة والجهنم. الحالات اللي بين الجنة والجهنم إنه نحن لما نموت مفروض إنه ندخل في الله، لأنه لا يوجد خارج الزمان خارج الحياة إلا الله، والله هو حب فقط. فبقلب هالحب يا إما منفوت بقلب صافي ومنكون فعلا يعني عم نعيش شيء اللي عم بيعيشه ربنا، يا إما ندخل بهذا الحب وننظر على الأرض ومنلاقي إنه في تبديع عاملينا وفي كتير ناس عم بيتألموا. فبما إنه نحن صرنا بقلب الحب بصير ألمنا
بسبب الألم اللي عم يعيشوها الناس بسببنا، بيصير الألم كتير أضعاف، بيصير شبه جهنم يعني. فهيدي كل واحد هو وقصته يا رامي، شو بعرفني. عجل شهل قبل ما تموت، ما تكون اذي ناس. شوف كيف بدك تظبط امورك. سمح الله بعد عمر طويل يا هلا لما تكون الخطية فيها أذية لشخص آخر، كيف يعني هل بكفي إنه المصالحة تكون مع الذات ومع الله؟ وشو بيكون المقصد؟ شو بيكون المقصد؟ ما هون بدنا نشوف شو المقصد. ما لا قلنا انه سر الاعتراف لا يكتمل الا مع المقصد. اذا انا فعلا شايف اني اذيت الاخر، طيب كيف انا بدي بدي اقبل حب الله لإلي؟ كيف انا بدي اتصالح مع حالي طالما الاخر اللي اذيته قدامي؟ كيف بدي اتصالح مع حالي؟ انه بكون عم بضحك على حالي بوقت من الاوقات. المسألة دايما أنا بقول المسألة بتكون روحية على قد ما بتكون واقعية. أنا كيف بدي أتصالح مع حالي طالما الشخص اللي أنا أذيته بخلقتي؟ بس هذا هو السؤال. طب أبونا مش ممكن يكون في خطر إنه نوقع بالتراخي بالتوبة لما نتصالح مع ذواتنا مثل ما إحنا؟ يعني لما نقبل إنه نحن خطأ، وأنا قابل وجود هالخطيئة فيي، مش ممكن أتراخى بالتوبة وأصير أحكي طب يعني أنا فيش مثلي، فيش داعي أتوب؟ في شغلتين باللي قلته يا رامي. أول شيء إذا أنا قبلت حالي، عم بقطش يمكن، إذا أنا قبلت حالي مثل ما أنا، أوكي، وقبلت إنه عندي هذا الضعف. في فرق بين الضعف والخطية، لأنه الخطية معناتها أنا عم بعمل شيء عم بختبر إنه هو عم بيأذيني وعم بيأذي الآخرين. عم تفهم؟ الضعف هو ضعف، هو ضعف فيي. يعني ممكن أنا يكون عندي حدود، مثلا أنا عندي حدود، أنا ما بقدر أطير، ما بعرف كل اللغات إلى آخره، فعندي حدود كتير. ولكن بوقت من الأوقات بدي أحب حالي بهالضعف، وبدي أقبل إنه كون متواضع مثل مريم. يعني بدي أقبل إنه أنا بذات الوقت ضعيف ومحدود، وبذات الوقت الله بحبني مثل ما أنا، ومن خلال هذا الضعف والحدود بيعمل في العجائب. هيدا مختلف عن مسألة إنه اقبل الخطية. الخطية لا تقبل، لأنه الخطية يعني أنا أكتشف مثل ما قلنا المرة الماضية إنه في محل أنا عم بينغص لي حياتي، أنا عم بأذي حالي، عم بأذي الآخر. فكيف بدي أقبله؟ أكيد مش حيقبله. بدي أعمل مسيرة، والمسيرة بتكون مصالحة مع الشيء اللي عشته، مش مع الخطية. في فرق. مش مصالحة مع خطيتي، بتكون مصالحة مع خطيتي، يعني مصالحة مع ماضيي، بس مش معناتها إنه ماضيي بده يضل اليوم بدي أشوف من ماضيي صلحت معه كيف بدي انطلق لحتى أعيش حاضر أجمل بفضل اللي تعلمته من الخطأ الماضي. أبونا متى بلش سر الاعتراف بالشكل اللي ممارس فيه اليوم؟ يعني هل في حياة الرسل الأولى كانوا يعملوا سر الاعتراف مثل ما بنعمله هلأ وفي القرون الأولى ولا لا؟ إيه، هلا بظن أنا أول مرة بيحكوا عن تنظيم سر الاعتراف وحصره بالكهنة. هلا مثل ما بنشوف مع القديس أغسطينوس مماثل بطرق معينه. اول قطع مره الصوت أبونا، ما سمعنا الجواب. ايه
كنت عم بقول انه الاعتراف هو ممارسه قديمه بالكنيسه وبنشوفه خاصه مع لكن مثل ما سبق وقلت مع القديس اغسطينوس، ولكن بظن اول مره اذا انا مش غلطان ببلشوا ينظموا سر الاعتراف انه يحصروه بالكهنه ويصير سر، يعني مثل ما نحن هو بالمجمع يلي بنسميه المجمع الخامس السادس. ايه، مجمع الخامس السادس يلي بيسموه كمان مجمع يلي صار بنهاية القرن السابع بداية القرن الثامن، يعني بسنة 699. بهذا المجمع بيحصروا سر الاعتراف بالكهنة بكهنة الرعاية، لأنه قبل كان يصير شيء فظيع، يعني شيء مش مقبول، انه كانوا الناس يعترفوا عند الرهبان يلي مرات ما بيكونوا كهنه. الابشع من هيك بكتير بكتير بكتير، يعني شيء مريع، كانوا مرات الناس يروحوا يعترفوا عند الرهبان، بتتخيل؟ ف فهيدا المجمع هو اللي كان بظن اول مره او اقدم مرجع موجود بين ايدينا لحصر سر الاعتراف بالكهنه. بالواقع هالشيء يعني بخلينا نفكر يا رامي. احد اللاهوتيين المعاصرين بفرنسا يعني مات مش من زمان، اسمه برنار سيزبوي، أثبت كيف أنه لاهوتياً يجوز للمطران أنه يعطي الإذن بالاعتراف للعلمانيين والعلمانيات يلي خاصة بيشتغلوا، كانوا بيتطوعوا، يعني هو ما كان شغل، هو كان تطوع. في كثير علمانيين وعلمانيات بفرنسا بيتطوعوا انهم يروحوا يرافقوا المرضى يلي عم بيموتوا، يعني يلي صاروا باخر حياتهم ويلي ما حدا عم بيطل عليهم. فمرات كثير هودي يعني العلمانيين والعلمانيات مرات كثير كانوا يتلقوا اعترافات مرضى، يعني على سرير الموت المريض يجي يعني يفتح قلبه ويحكي كل شيء عمله ومرات المريض يقول انه يا ريت، لانه بيكون مسيحي، يقول يا ريت فيكم تعطوني الحل، او مرات حتى يقول انه انا بالنسبه لإلي هذا هو الاعتراف، ما بدي حلة الخوري، بكفيني اني اعترفت لإلكم. يعني كان يصير اشياء بالمستشفيات. ف هذا اللاهوتي كان عم بيقول انه طيب ليه ما بيعطيهم هيك عم بيتم الفعل، مش عم بيتم الاحتفال، ولكن عم بيتم الفعل، عم بيتم المسيح، ليه ما بيعطي هالسر لهالعلمانيين والعلمانيات؟ يعني المسألة أكيد إنه اللاهوتي هيدا اسمه برنار سيزبوي، اللاهوتي هيدا هو خاصة انطلق من كل التجديد اللاهوتي يلي صار بالمجمع الفاتيكاني الثاني، ولكن هو بيعرف إنه نحن لازلنا كتير بعيد عن هالأفكار، ولكن رمي هالافكار كافاق مستقبليه للكنيسه. أبونا أنت قلت إنه يسوع دائما بعطينا جسده، متى بعطينا جسده غير وقت الإفخارستية؟ وليش أصلا بدنا ناخذ جسده؟ ايه، هو بيعطينا جسده، هو دائما معنا، هذا اللي كنت عم بقصده، هو دائما معنا، وهو دائما معنا حتى الموت، دائما هو كمان عم بيقطش ونحن الإفخارستية بنسميها الإفخارستية، الكلمة معناتها شكر، فنحن عم نحتفل بشكر انه هو دائما معنا ودائما بواقعنا، وعشان هيك بنحتفل بجسده، بمعنى انه هو دائما معنا فعلا بواقعنا وفعلا حتى الموت.
فاكيد لما نحن نحتفل بعيد ميلادك وناكل جاتو، مش معناتها انه انت معنا فقط بيوم عيد ميلادك، ولكن نحن بعيد ميلادك عم ناكل جاتو لانك انت دائما معنا. أبونا، هل المطهر هو للتطهير عن الخطايا اللي ما اعترفنا فيها؟ وإذا نعم، كيف نفسر قول يسوع للص على اليمين اللي بيقول له اليوم تكون معي بالفردوس بدون مطهر؟ انا ايه رامي، ما بعرف اذا من عندي او من عندك، ما فهمت، ما سمعت السؤال، كان كثير عم بقطش. هل المطهر هو للتطهير عن الخطايا التي لم نعترف بها؟ وإذا نعم، كيف نفسر قول يسوع للص على اليمين اليوم تكون معي في الفردوس؟ برافو عليك. وقلت جاوبت الجواب. يعني يسوع بيقول لنا اليوم تكون معي في الفردوس يا رامي. ما حدا بحبنا قده، ما حدا بحبنا قده. المسألة مثل ما قلت قبل شوي، قد ايه رح نقدر نعيش هذا الفردوس. يعني يسوع قال له للص اليمين اليوم تكون معي بالفردوس، ولص اليمين اكيد كان معه بالفردوس، ولكن قد ايه قدر لص اليمين يعيش بهذا الفردوس؟ هذا هو السؤال، هذا هو السؤال. فالمسألة يا رامي هي مش مسألة إذا الخطايا نحن معترفين فيها أو لا. المسألة هي مسألة قد ايه نحن قدرنا نتصالح مع مع يعني المقاييس اللي عملناها، ومع الناس اللي عملنا فيهم مقاييس. هذا هو السؤال. أبونا، إذا أنا عم بعمل خطية وأنا عارف إنه أنا ما بدي أوقفها، مثلا الشراهة في الأكل، وشو النفع إني أعترف فيها وإذا أنا ما بدي أغيرها؟ بس عم بعترف لأنه لازم أعترف، لأنه هذا جزء من واجباتي كمسيحي، عشان يقول متمما واجباته الدينية. وقتها شو بستفيد من حالة الخوري؟ سير جمانة قالت ببداية الموضوع شرط المغفرة هو التوبة. فإذا أنا مش ناوي توب، اعترافي بيكون فعلا طقحنك، وما بيكون اعتراف. يعني الخوري لما بده يعطي الحلة بده يكون في المقصد، فبده يقول له للبني آدم يا حبيبي شو المقصد تبعك بالنسبة لها. بده يقول له البني آدم إنه المقصد تبعي شو بعرفني شو بعمل، إنه شيء بده يعمل. فإذا قال له المقصد تبعي إنه ما أعمل شيء، بيقول له عال لكن روح كمل أكل. في مسألة يا رامي، ليه الكنيسة قالت إنه الشراهة خطية؟ لازم أنا أختبر. يعني الكنيسة بتقول لي الشراهة خطية، بس إذا أنا مش مختبر إنه هالشيء فيه أذى لإلي وللآخرين وللعالم، معناتها أنا بعدها ما صارت خطية بالنسبة لإلي. فأنا رايح أعترف بشيء منوش خطية. يعني المسألة من الأساس ضابطة. إذا أنا شفت إنه في أذى لإلي ولا يعني اختبرت إنه هيدي فعلا، ساعتها يمكن بروح بقول له لأبونا يا أبونا طب شو بدي أعمل؟ أنا عم بتعذب. لما نقول له أنا عم بتعذب بده يشوف الأبونا شو يعمل. ممكن إنه يقول لي هيك تنجرب بنروح عند معالج نفسي، ممكن يقول لي هيك تنجرب بنروح عند دييتيسيان، عند عالم أغذية، ممكن يقول لي هيك تنجرب بنروح يعرفني شو بعرفني أنا، ممكن يقول لي هيك تنحط الزيقة على تمك وخلصنا. إذا
يعني لما يكون في فعلا هالعذاب من الخطية، بيصير في بحث جدي، وهون ممكن نحكي عن توبة، وهون ممكن نقول إنه سر الاعتراف عم بيتم. بس لما ما يكون في يعني إنه أنا مبسوط بالأكلات، طيب أنا مش شايف خطية إنه لا أضحك على حالي ولا أضحك على الأبونا، وخاصة ما أضحكش على ربنا. يمكن أنا دعوتي إني آكل كتير. توما الأكويني يغسل العين عنه، كانوا فاختين له الطاولة لما تروح على أكوينو، يعني محل دايره، بتشوف فاختين له الطاولة هيك مقورة، الطاولة مبرومة حتى يقدر يقعد يحط كرشه تكمل أكل. طيب بالنسبة له هذا مش وهو كتب عن الشراهة خطية، بس هو كان شايف دعوته غايب. أبونا، إذا الكاهن سمع اعتراف وهالاعتراف يستوجب السجن، هل بيقدر يبلغ عن الموضوع؟ أكيد يعني لا حتى لا. كان ممكن بيسبب خطر على شخص آخر؟ الكاهن ما بيقدر يفشي سر الاعتراف لو شو ما كان. لو شو ما كان الوضع، لا يستطيع الكاهن إنه يفشي سر الاعتراف، حتى ولو بطريقة غير مباشرة. ممنوع الكاهن يفشي سر الاعتراف، ممنوع يعمل أي عمل مباشر أو غير مباشر يؤدي إلى إفشاء سر الاعتراف. ممنوع يعمل أي تلميح ممكن يؤدي إلى إفشاء سر الاعتراف. وهي شغلة مهم إنه كلنا نعرفها. وإذا الكاهن انفضح سر الاعتراف بسببه، مش ضروري إنه هو يكون حكي، بس ممكن يكون عمل شيء وانفضح سر الاعتراف بسببه، مطلوب إنه المؤمن بيكتب مكتوب للمطران، والمطران بيوصل المكتوب للسفارة البابوية. هيدا شيء يعني أساسي. الكاهن ما بيصير الاعتراف. ممكن للكاهن إنه ما يعطي الحل، يعني ممكن يقول يعني إذا فعلا أنت بدك تتصالح مع الموضوع، مش ممكن إنك تترك واحد ينحبس محلك وأنت تقول لي أنا تصالحت مع الموضوع وهذه إرادة ربنا. في خطأ بالتمييز. وبيقول له الكاهن طالما أنت تارك حدا ينحبس عنك، فإذا أنا ما بقدر أعطيك الحل، يعني السر ما تم، يعني كأنك ما اعترفت. بس رغم هالشي ما بيقدر يفشي سر الاعتراف. هل تغفر خطيئة لم نعترف بها بغض النظر عن الأسباب، إذا كنا ماخذين قصد بأنه ما نكررها؟ يعني ليك كان قانون الاعتراف بالواقع متشعب يعني مثلا بقانون الاعتراف يلحظ أحوال ما بيقدر المعترف إنه يعترف. مثلا رح أذكر حالتين. بالحالة الأولى بيكون بني آدم قاعد بضيعة مقطوعة، ما بيجي عليها ما فيها غير خوري وخلص. لا هو في مجال يطلع من الضيعة تيشوف خوارني، ولا في مجال إنه خوارني غير هذا الخوري يجي على الضيعة. بيروح هذا المؤمن وبيقول للأبونا: يا أبونا، أنا بدي الحل على خطية ما بقدر أعترف لك فيها. فالأبونا بنقي شخص عنده ثقة فيه، بيبعت سور جمانة، بيقول له: يا سور جمانة، روحي عند هذا الزلمة فلان لأنه عنده يعترف لي فيه. فلان بيقول له جمانة، بيقول له: يا مسور، كيف بتروح عند الأبونا وقال له إني زنيت طالما هن قاعدين يفتشوا مين اللي نام مع أخته للأبونا؟ بتيجي سور جمانة وبتقول له للأبونا: فعلا هيدا البني آدم عامل خطية ما بيقدر يعترف لك فيها. فالخوري بيعطيه حل ويتم السر،
من دون ما البني آدم يعترف للأبونا. في حالة تانية بيجي عند الأبونا وبيقول له يا أبونا أنا عندي يفسي، بيبعث الأبونا عالم نفس بسيكولوج عند الزلمة، بيروح البسيكولوج عند الزلمة، بيجي البسيكولوج بيقول له للأبونا فعلا هيدا الزلمة عنده حاجز نفسي، فالأبونا بيعطيه الحل وبيتم الاحتفال بالسر من دون ما هذا البني آدم يعترف. فإذا قانون الاعتراف هو قانون رحمة، هيدي لازم ننتبه لها. الاعتراف هو اعتراف بحب، هو مش قصاص، هو تحرر، هو رؤية طرق حياة بالمحل اللي كان فيه اختبار موت. هذا هو سر الاعتراف، وكل قوانين الكنيسة بتروح بهالاتجاه. بقى ما بعرف إذا اللي قلته ممكن يجاوب شوي. أبونا كثير في ناس عندهم مشكلة أو عتب على الآباء لأنه بيلاقوا إنه الكهنة هم خطأ، وأحيانا بيشوفوا أخطاء أو خطايا مستمرة من الكاهن، فبصير عنده حاجز وبصير يقول أنا بكفي أعترف بيني وبين الله وما بقدر أعترف عند كاهن هو خاطئ ومستمر في خطيئته. إيش تحكي لهم؟ شايفين انه الكاهن خاطئ، في انا طمنهم الكهنه كلهم خطأ. اذا شايفين ولا مش شايفين الحمد لله كلنا بالهوى سوا. بالنتيجه المساله هي مساله انه هيدا الزلمه هو انعطى دور خاص، مش بسبب انه هو عنده قداسه اكثر من الأول، لكن انعطى دور خاص لانه بوقت من الاوقات الكنيسه شافت انه هذا دعوته يلعب هالدور الخاص بقى ويمثل وحده الكنيسه. ف هلا البعض بيقولوا لك الكاهن يمثل الله على الارض، هالشيء مضبوط، ولكن هيدا مش الخوري، هيدا كلنا كل المعمدين، وعشان هيك كل المعمدين كهنه، لانه مفروض انه نحن كل واحد منا يمثل الله على الارض. فمنمثل الله على الارض مثل ما بنقدر، يعني كل واحد منا عنده ضعفاته وعنده خطاياه وعنده مصايب. فاذا هو اللي بده يعترف عم بدور على الشخص اللي ما عنده خطايا، معناتها انه هو بعده اساسا ما صاحب عليه ومع خطيته، وصح ما كان بيصير سفير المصالحه، ما كان بيحكم على فلان وعيلتين وليكوا هذا شو عم بيعملوا وليكوا هذا شو عم بيعملوا. يعني في شيء ناقص بالمسيره الشخصيه تبعيته للزلمه يلي عم بيشوف انه انا ما بدي اعترف عند الكاهن لانه خاطئ. كان اكيد خاطئ، مش رح يقوم بالخطيه. أبونا الأسئلة كثيرة ولكن بسبب ضيق الوقت راح أختم بسؤالين. أول سؤال، في حالة الإجهاض ليش الآباء ما بيقدروا يعطوا الحل، والحل لازم تكون من المطران حتى لو الشخص ما كانش مجهض؟ يعني لو الشخص كان داعم للإجهاض أو ساعد في إجهاض ما بيقدر ياخذ حل من كاهن. ايه بظن انه مؤخرا اذا انا مش غلطان يعني بتسالوا حدا بالقانون الكنسي بيكون بيعرف اكثر مني، بس انا بظن انه البابا فرانسيس عطى حاليا لكل قانون يعملوا يحتفلوا بسر الاعتراف بحال الاجهاض. هلا الاجهاض مش بس الاجهاض كان يعني محفوظ للمطارنه، القتل كمان كان محفوظ للمطارنه، وهو بالواقع الواحد يعني بالحقيقه الاجهاض كان محفوظ للمطارنه بسبب انه الاجهاض معتبر قتل، والقتل محفوظ للمطارنه، فعشان هيك كان الاجهاض محفوظ للمطارنه. بس على فكره مش بس هيدا المحفوظ، في كتير
أمور خطايا أخرى محفوظة للمطارنة، لأنه بيعتبروا إنه خطية من هالنوع هي تمس صورة الكنيسة الاجتماعية، يعني خاصة القتل الكنيسة الاجتماعية، وبالتالي محفوظة المطران. أبونا، السؤال الأخير، إيش بتنصح الشخص يعمل قبل ما يروح على الاعتراف أو بس يروح على الاعتراف؟ يعني في ناس بيروح على الاعتراف بيعرفوش يحكوا، شو بتنصحهم؟ كيف بتنصحهم يتحضروا، وشو بتنصحهم يحكوا؟ يعني كيف يعملوا فحص الضمير؟ لأنه فحص الضمير اللي مرات بتوزع بالكنيسة هو كمان مرات بيكون مأساة. صحيح، صار تكون مأساة. الشخص اللي بده يروح يعترف أولاً بده ياخد وقت تيشوف عطايا الله ونعمه بحياته، يعني بده يرجع نوعاً ما ياخد وقت لا يدخل من جديد بحب الله بحياته لإله، حب الله، علامات حب الله بحياته لإله، حب الله الشخصي لإله. بعدين على ضوء حب الله لإله، على ضوء حب الله لإله بده يشوف وين هو فعلا يخون هذا الحب بأنه يعمل اختيارات تعيسة لحياته. ومن بعد ما يطلب النور، لأنه هيدي فيها مثل ما قلنا المرة الماضية هي اكتشاف الخطيئة هو وقت استنارة، وعندما ينال هذا النور ويشوف انه لا، في اشياء فعلا اخيرا فهم لي عنده امور مش ضابطه بحياته، يشكر الله ويهلل، وبذات الوقت هو يشكر الله ويهلل هو يختبر انه الله يحبه ولا يزال يحبه. فمع الله بيشوف انه طيب هالامور يلي عاشها كيف ممكن انه يستفيد منها لينطلق من جديد انطلاقه اكثر حبا، اكثر رساله، اكثر سعاده. وصار عنده ال يعني الشيء اللي بده يعترف فيه، بيروح يحتفل، بيروح عند الابونا بيقول له يا ابونا انا بدي احتفل بحب ربنا، أنا بدي بعترف بحب ربنا لإلي وبدي أحتفل فيه، بدي أحتفل إنه حب ربنا لإلي كبير، لأنه خليني أول شيء شوف إنه أنا عملت على هالأشياء يلي هي مضرة لإلي ومضرة لحياتي ومضرة لسعادتي ومضرة للآخرين ومؤسفة لله، لأنه الله بحبنا وبحب الآخرين. ونتيجة حب ربنا أنا قدرت شوف إنه من خلال هالأشياء أنا رح أعمل أشياء تانية، فهمت أشياء تانية، رح أنطلق لأشياء تانية يلي هو هذا المقصد تبعي. وبطلب منك إنه تعطيني الحل يلي هي احتفال إنه اللي عمل معي هالمسيرة هو فعلا يسوع الكنيسة ويسوع الرسل. فبيقول له الأبونا برافو عليك يا ابني، هذا اعتراف مثل الناس، وانا بالخدمه اللي اعطتني هالكنيسه بقول لك مغفوره خطاياك والى اخره، وبينبسطوا ويعيشوا حلو. منى العزيز، شكرا جزيلا على هاللقاء الغني، ودائما لقاءاتك بتعطينا منظور مختلف بساعدنا نعيش اختبار أكبر في حياتنا. كثير مبسوط انه التقيناك في هاللقاء، وعلى امل اشوفك الشهر القادم وجه لوجه. وكل ما يكون عندك وقت، بعرف قديش عندك برنامج وجدول مشغول، كل ما يكون عندك وقت بنحب انه نلتقي. ف يعني نحن مش غريبين عنك، الوقت اللي بتكون فيه فاضي انت احكي لي، احجز لي هالموعد. سيرجو أنا بترك معك الكلمة، ومن بعد إذنك بعدين تعطينا البركة الختامية. أبونا زكي شكرا، مثل كل مرة بتخلينا نختبر من خلال لقاءاتك قديش حلو ورائع أنه نحن نحب الله، وأنه نترك حالنا تحت هالشمس، نعمل حمام شمس
من شمس البر لحتى عن جد هو اللي يحرق كل شيء بداخلنا ببعدنا عنه. الله برهن عن محبته لإلنا، بقول الكتاب المقدس: إذ كنا بعد خطأ قد مات المسيح من أجل قوم كافرين، وقد لا يجرؤ أحد أن يموت من أجل امرئ بار، وإنما المسيح قد مات من أجلنا إذ نحن كنا ما زلنا بعد خطأ. هيدا الكلام يلي ببرهن قديش ربنا طيب، قد ربنا رحوم، قد ربنا بحبنا. وإذا كان فعلا عودتنا للحضن الأزلي ناتجة عن حب، بتكون عودة حقيقية، وما بنكون أبناء عايشين ببيت الآب ونحن غرباء عن بيت الآب مثل الابن الأكبر، ولكن بنكون عن جد مثل الابن الأصغر اللي عم نرجع لحضن بين السماوي. كثير انبسطت اليوم باللقاء، وأنا من الناس اللي كنت هلا لا الحمد لله عملت مسيرة، كنت أقول أنه لا، أنا لازم أكره الوضع اللي أنا فيه لحتى أقدر أطلع منه إلى آخره. ولكن اكتشفت أنه لحتى أقدر فعلا أنه أنا أطلع من الشغلة اللي أنا عم عيشها، لازم أقر وأعترف أنه هي موجودة. لما أقر وأعترف أنه هي موجودة ما بقعد بهرب، ساعتها بقدر بطلع منها. فهيدي الشغلة كتير حلوة ومهمة، هالاحتفال بالحب. بتمنى أنه كل واحد عم بيشوف هذا اللقاء يركض ويحتفل بالحب قبل عيد الميلاد، لحتى بس يجي يسوع مثل ما قلنا يجد له موضع في المضافة. شكرا أبونا زكي، شكرا كثير كثير على اللقاء الرائع. وهلأ بدنا منك الحلة والبركة. إيه. بنشكرك يا رب لأنه بحبك لإلنا أنت أعطيتنا إنه نكون قنوات للحياة من خلال كل شيء منعيشه ومنختبره ومنعمله، حتى ولو هالاشياء كانت بالاساس عم تنعمل للموت. الجمله يلي دائما فكر فيها هي الجمله اللي بيقولها يوسف الصديق لاخواته بنهايه القصه تبع يوسف، بيقول لهم: الشر الذي انتم صنعتموه الله حوله لخيركم. هيدا أكبر اعتراف دائم بحياتنا، إنه الشر يلي بنكتشف في وقت من الأوقات إنه عملناه أمام ربنا دايما يتحول إلى طريق للحياة وللخير. الله سيلد بمغارة. المغارة رمز خطيئة الناس، ما لقوا محل. تخيلوا، مرة حبلة ما لقيت محل. ولكن ولادة الله في مغارة هي ولادة الله في كل أماكننا المظلمة، في كل أماكننا الأماكن اللي عنا يلي بخيلة، يلي منخاف نعطيها للناس. فنعترف اليوم بحب الله الذي يلد في كل مغاور حياتنا المظلمة، وبهالاعتراف منروح على الميلاد مع بركة ربنا الله الآب والابن والروح القدس الإله الواحد له المجد إلى الأبد آمين. كالعادة أنا بشكركم كتير على هاللقاءات يلي عم نعيش فيها دايما خبرات كتير مميزة، وربنا يكون معكم.
شكرا، وعيد بربارة مبارك للجميع. إن شاء الله قديسة بربارة تحرسكم وتحمي عيالكم وأولادكم. ناطرينكم الأسبوع الجاي. تصبحوا على ألف خير. شكرا أبونا زكي، الله يخلي لنا إياك. الله يخليكي.